عشاق الكاممبير والأجبان القوية، اليوم تهليت فيكم. جبت لكم جبن كريمي بذوق الكاممبير. البنة ديالو تهبل، المقادير ديالو بسيطة، راح نخدموه غير بالحليب تاع الشكاير. يعني راح نكملوا في السلسلة تاع الأجبان اللي طلبتوني فيها. المهم الجبن هذا نتمنى إن شاء الله تجربوه باش تعرفوا البنة الروعة ديالو. المهم هنا عندي كيما العادة والعوايد، دايما نخدم بهاد الماركة تاع الحليب خاطرش تنجح بزاف في الياغورت تاع الدار والأجبان تاني تاع الدار. لكن في البن ولا في الرايب تتحصلوا عليه يعني مرسو واحد، معناها يخرج بزاف الماء. هنا راني حاطه تلت شكار تاع الحليب عادي، يعني كيما شيتهم في نهارهم نغسلهم نمسحهم يعني ونفرخهم قبالة في هذه القدرة. خيروا دايما قدرة تاع الحديد تكون شويه ثقيله باش كي تحطوها يعني في قريبه على الفرن ما راحش تتاثر، معناها راح تشد بزاف هذيك السخانه اللي تعاون الحليب باش يروب. هنا قلت لكم حطيت الشكار تاع الحليب عادي معناها باردين، درت معاهم شويه برك تاع الحليب يكون سخون، ما راهو يغلي ما راهو دافي، نص نص كي شغل رايحين نشربوا قهوه حليب. من بعد دائما نتوما الحليب ديالكم حطوه مع الصباح في القدره، من بعد حطوه فوق البوطاجي في مضرب يكون قريب على الفرن، هكذا باش كي طيبوا القهوه تاع الصباح من بعد الفطور من بعد القهوه تاع العشيه من بعد العشاء، او راح ياخذ كامل من هذيك السخانه تاع طياب. من بعد يكمل يروب في السخانه تاع الكوزينه في الليل. جامي ديروا الحليب ديالكم في الليل يبدا يروب، خاطرش او رايح يقدر ياخد مدة طويلة باش يروب، وممكن تاني يريح لكم يعني الريحة ديالو تتبدل. يعني كي يولي لكم مرسو واحد، على هذه لازم الترواب يبدا في المرحلة الأولى تاع السخانة، معناها مع الصباح كي تكونوا رايحين تبداو الطياب ديالكم. المهم هنا بعد ما فاتت 24 ساعة، زعما هذا حطيته البارح الصباح، اليوم الصباح ولا مرسو واحد، راكم تشوفوا يعني خرج كمية كبيرة تاع الماء، المزيج تاع الرايب ديالي القوام ديالو ثقيل. دوكا نبدا نرفد غير بالعقل، يعني نرفد بالعلوش ولا نرفد بكاش حاجة اللي عندها تقابي هكذا باش نرفد غير هذاك الرايب وحده. هنا دوك انا راني حاطه صفايه كبيره ولا غربال تاع الفارينه اللي عنده العيون ديالو رقاق، ولا ديروا كسكاس ولا داخل ديروا شاش ولا ديروا لاغونزا. المهم تحطوا اي حاجه اللي عندها العيون ديالها رقاق. تاني الكميه تاع الرايب تختلف على حسب الانواع تاع الحليب. كاين يعني ماركات اللي يخلوكم تتحصلوا على كمية كبيرة تاع الرايب، يعني هكذا قصدي النتيجة ديالكم. وكاين اللي تتحصلوا على كمية تكون قليلة، معناها من نوع لنوع تاع الحليب تتبدل كامل النتيجة. هنا دوكا بعد ما خليته اكتر 12 ساعة، كنت ديت النصف تاع الكمية تاع هذا يعني الرايب بعد ما يعني راب. النص تاع الكمية هذه كنت خدمت بها كريمة الطبخ إذا راكم شافين. النص تاع الكميه اللي بقات لي هي اللي قلت لكم ندير بها واحد الفرماج واحد اخر. هذا هو الفرماج يعني التكمله لهذاك الفيديو اللي فات. المهم راني برك بينت لكم باللي راني راح نستعمل نصف الكميه آه، تاع الحليب اللي رابلي هذا مكان. دوكا بعد ما قطرت 12 ساعه في الفريجيدار عادي، غدوه من داك ندير له شويه برك تاع المارغرين، حوالي مغرف صغيره تاع المارغرين تكون دايبه مع آه ربع تاع الدائرة تاع الكاممبير اللي دير ب18 ألف، معناها الدائرة تاع الكاممبير اللي تتباع ب18 ألف عند لي غروسيس، خديت الربع ديالها سخنته عادي في الميكرووند غير قيس ما يدوب برك باش نقدر نخلطه في الكريمة ديالي. المهم الناس اللي يحبوا الأذواق القوية تاع الكاممبير من الأفضل تخيروا ماركة اللي تكون ريحتها قوية والبنة ديالها قوية، هكذا باش كي تاخدوا غير هذاك الربع تاع الكاممبير كي يعني تميكسيوه مع هاد الفرماج الطبيعي ديالكم، رايحين تتحصلوا على فرماج اللي صح تكون فيه الريحة والبنة تاع الكاممبير قوية. يعني راني نأكد على هذه النقطة خاطرش كاين بزاف أنواع تاع كاممبير جربتهم ما عندهم ذوق، ما عندهم قوام تاع الكاممبير الحقيقي. الكاممبير الحقيقي يكون عنده ريحته قوية،
وبنته قوية ويكون سايل، معناها غير تخرجوه من الفريجيدير يطلق روحه وحده، غير تدفوه في الميكرووند يعني يطلق روحه وحده، معناها يدوب. وكاين ماركات واحد اخرين يعني تخلوهم عدة ايام ولا تحطوهم فوق البوطاجي ولا تسخنوهم في الميكرووند ما يدوبوش. هذاك النوع ما ننصحكمش تستعملوه في الوصفات تاعو، استعملوا اللي يكون عنده ريحته قويه وبنته قويه ويدوب. المهم هنا كما شفتوا يعني بعد ما ميكسيت مليح الخليط ديالي، الكميه تاع المصل تاع الحليب هذاك اللي زدناه يعني غير بالعقل، تبداو ديروا غير بالعقل بالعقل حتى تحصلوا على كريمه بهذا القوام. راكم تشوفوا القوام ديالها كيفاش راهو. هنا راهي سخونه معناها، غير كملت الفيديو صورتها لكم قبيله. كي نحطوها في الفريجيدير القوام ديالها او راح يزيد يتقال ويعقد، معناها الفرماج ديالكم راح يزيد يولي ثقيل كتر وكتر. وراني حطيت لكم حتى يعني باطا تاع الكريمه هذه اللي تتباع في المحلات، معناها بثلاث شكاره تاع الحليب تقدروا تخدموا كميه كبيره تاع كريمه الكامامبير، معناها جبن بذوق الكامامبير. المهم الفرماج هذا ديالكم تحطوه في باطا تاع السجاج، تحطوها في الفريجيدير تاكلوها في ظرف 3 ايام. معناها مثلا اليوم انتم شريتوا الحليب تاع شكاير، روبتوه 24 ساعه حتى الغدوه من داك الصباح، معناها رانا تاني يوم تقطروه من الصباح حتى العشيه، رانا مازلنا في الثاني يوم. غدوه في الليل يعني كي تخدموه تميكسيوه عادي تحطوه في الفريجيدير يبقى لكم 3 ايام، معناها ككل راهم 5 ايام من نهار اللي شينا الحليب للنهار اللي كملنا الماكله ديالو. نتمنى برك تاخذوا هذه النقطه بعين الاعتبار، خاطرش لو كان تخلوا الفرماج ديالكم يفوت زعما سمانه حتى 10 ايام في الفريجيدير راهو ما فيهش مواد حافظه، ما فيه والو، معناها الذوق ديالو او رايح يتبدل او رايح يولي مر. نتمنى برك ان شاء الله تاخذوا هذه النقطه بعين الاعتبار. المهم برك ان شاء الله الوصفه تاع اليوم تكون عجبتكم، اذا عجبتكم ما تنسوش تبارطاجيوها مع الاحباب هكذا باش تعم الفائده. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو المقبل باذن الله، وابقوا على خير.